عايزه نسال سؤال يا حبيبتي. انا عندي 70 سنه. اتفضلي. ماشي. وعندي ابني الكبير واخده بال حضرتك مطلق زوجته ومعاه ولد وبنت. فانا بنود الولاد دول بنخليهم يجوا يعني يعيشوا معايا يومين عندي هنا ونشوف طلباتهم وطلبات المدارس عشان العيشه غاليه ودي غالي ودي غالي. ابني زعلان مني ان انا ليه اتصال مع طليقته. البت انا ما شفتش منها حاجه، بنت محترمه، هي خلافها مع ابني هم خلاف زوج وزوجته انا ماليش فيه. انا أيوة. دخلت كلمتها بالمعروف قالت لي يا ماما انا كده مرتاحه وبالرب ولادي وخلاص يا ماما. قلت لها خلاص يا بنتي وانا احترمت رايك. ابني مقاطعني ومخاصمني وما بيجيش يبص عليا بسبب ان انا بنودي ولاده. طب انا عملت غلط؟ قلت له يا ابني دول احفادي وانا 70 سنه يا عالم مين يعيش ما كنتش نربيهم ويكبروا في قدامي كده. والبنت كويسه معايا تتصل بيا ايه يا ماما جاي لك دلوقتي الولاد. بالله حاضر يا بنت الله يبارك لك وندعي لها ونجيب لبس للولاد ونشوف طلباتهم ونروحهم مبسوطين. انا ما بننزلش ولا بنطلع بس عندي بنتي. هو ايه بقى اللي مزعله؟ هو ايه اللي مزعله؟ مش عارفه. بيقول لي لا هي كده بقى ايه فرحانه ان انت بتصرفي عليها وعلى الولاد وبتشوفي طلباته. طيب. طب ترجع لها يا ابني والله. ما هو بصي يا ام محمد، ما هو انت المفروض تعملي كده وهو كمان المفروض يعمل كده حتى لو طلقها دول ولاده. مش راضي. بيقول هي بتاخد نفقه مني، بتاخد نفقه مبلغ كبير ماشي وبندفع لها ايجار شقه مالهاش حاجه عندي بعد كده. يعني عندي سؤال بس، يعني ما بيشوفش ولاده ولا يخرجهم ولا يجيب لهم لبس ولا حاجات؟ لا بيشوفهم عندي وبيشخط فيهم يقول لهم يلا روحوا بقى ما تباتوش النهارده. الولاد راحوا اشتكوا لمامتهم ده بابا كرشنا من عند تيتا وبتاع. هي عزه علينا افتجت. بصي يا حاجه ابنك ظالم، ابنك ظالم. اسمحي لي. نعمل ايه يا استاذ؟ ولا هقول لك ولا تعملي حاجه الا وجب على الاولاد ان هم يبروكي ووجب عليك اللي انت تبري الاولاد. البر هنا متبادل بين حضرتك وبين الاولاد. يعني هي ام محمد مش غلطانه؟ انت مش غلطانه. طب الراجل بقى ابنك ده للاسف الشديد هو بيدلك على شيء حرام او يدلك على معصيه او يدلك على قطيعه رحم، يبقى انا ماليش علاقه بيه ولا كرامه. اقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده اتق الله، انا بعمل اللي يرضيني ويرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. كونك انت بتعمل معصيه فانت تتحمل وزرك، لكن ما تحملنيش وزرك ده ابدا على الاطلاق. انا بديها نفقه، طب ما هو لازم يديها نفقه. امال هو اتجوز ليه اصلا؟ طب هو اتجوز وطلق، ما هي بتاخد منه. امال اللي عاوز يتجوز ويطلق ويخلف وما يدفعش فلوس؟ يعني هو في كده يا جماعه؟ احنا في الدنيا مش قد الجواز ما تتجوزش اصلا من الاول خالص. مالكش جواز ما تتجوزش. لكن دول ولاد لهم حق عليه وهي لها حق المسكن كمان. وبعدين في كسوه شتاء وفي كسوه صيف وكذلك يا اخوانا. يعني في النهايه دول اولاد وجب عليك ان تنفق عليهم بالمعروف. طب خلاص انا بنفق عليهم بقى ما يقوليش. طيب وفين البر؟ فين التربيه بقى؟ طب ما انت مسؤول عنهم. ماذا علمتهم وماذا ان شاء الله هتعلمهم ازاي؟ بالهوى؟ فانت خليكي في اللي انت بتعمليه ده انت صح، وهو يبقى يشيل وزره بقى.